السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم هنخزن الكرنب. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا ندخل على الفيديو. معايا كرنب كده، تجيب الكمية اللي انت عايزاها والكمية اللي انت حابة تخزنيها. هبدأ اشيل كده الورقات اللي بره ورقة ورقة، وهشيل الجزء العلوي كده الراس بما فيهم القلب. هتخلي على القلب كده وتطلعيه. واحنا النهاردة هنخزن الكرنب بطريقتين كده. هشيل القلب كده بتاع الكرنبة. واحسن وقت انك انت تخزني فيه الكرنب هو المحاصيل الشتوية. الكرنب بتاع المحصول الشتوي هو احسن كرنب تخزنيه. الورقة بتاعته بتبقى جميلة وحلوة في الحشو. هبدأ كده بقى الكرنبة، شلت القلب بتاعها، هحطها في كيس واطلع الهواء منها وبشيلها، بخزنها في الفريزر لوقت ما احب استخدمها. بطلعها فكها في مية سخنة وبحشي منها على طول، والورقة بتبقى جميلة. اللي هيقول الورقة بتبقى مجلدة او الكلام ده، بتبقى جميلة والله، وانا بعتمدها على طول وبتبقى بالنسبة لي اسهل. بس اللي مش عنده مكان في الفريزر يسلقه عادي ويخزنه في اطباق او في اكياس تخزين. انا هنا جبت كمية كده من الكرنب، فدوت هيغيب عندي شوية وهيوصل لما رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فاخزنه كده في اكياس. هدخل بقى على المرحلة التانية من التخزين. هجيب حلة فيها مية، معلقة كمون. وهنا النقطة الأساسية بقى اللي عايزاكي تعرفيها، هتضيفي سكر مكان الملح، وهتضيفي ربع كوباية حليب. هنا سكر ليه مكان الملح؟ لانك انت طالما هتخزني الكرنب لو حطيتي ملح هيخلي الورقة معاكي تجلد، ومش هتبقى كويسة معاكي، وهتبقى شادة معاكي في الاكل. مهما تسويها هتبقى شادة معاكي. تمام. فالسكر هنا بيحافظ عليها، بتبقى مادة حافظة بالنسبة للكرنب، وبيخلي الورقة بتبقى معاكي طرية ومستوية حلوة لما بتيجي تحشي الكرنب وبتسويه. تمام. في طبق جانبي بقى هملاه مية، وهنزل فيه بمكعبات من التلج، وهطلع الكرنب اللي انا سلقته ورقة ورقة، وهنزل بيه في المية بتلج، بالمية العادية بالتلج، علشان اوقف عملية التسوية على ورق الكرنب. انت بقى لو هتحشي على طول سويه السواية الصح، اللي هو التلات ارباع، برضو مش هقولك تسوية كاملة، علشان لما تيجي راعي انك انت لسه هتسويه بعد ما حشتيه، عشان الورقة ما تبقاش مهرية معاكي. انا كده سويته نص سوا، وطلعته في مية، وقفت السوا بتاعه في مية بتلج. وشوف الورقة، بقولك الورقة جميلة. وراعي ان الكرنب بتاع الشتاء بيبقى كرنب جميل في التخزين وفي الاكل وفي كل حاجة. هنا الورق معايا بسم الله ما شاء الله. هبدأ افرد الورقة كده والمها على بعضها، وهقطع العين بتاعة الورقة زي ما حضرتك شايفة كده، وهبرم الورقة على بعضها، وهقطعها بقى بالحجم اللي انت عايزاه، اي حجم انت عايزاه. طبعا انا هركن الورق الصغير اللي بيطلع دوت، بيبقى يعني دوت بيبقى غصب عن الواحد ان لازم يطلع فيه مقاس صغير شويه. فانا هسيبه على جنب كده، بحيث لما يكون الغزاله رايقه كده وعايزه بقى تصغري في الصوابع وكده، تقعدي بقى تحشي مع نفسك كده. كل سنه وانتم طيبين. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد، وتنفك بها الكرب، وتغفر بها الذنوب، وتخفي بها العيوب، وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. هتقطعي بقى الكمية اللي معاكي، وشوفي لون الورق جميل ازاي. الربع كوب حليب اللي احنا حطيناه ده بيحافظ على لون الورقة معاكي، مع معلقة السكر، مع الكمون اللي احنا حطيناه. الكمون ده برضو بيمنع الغازات والانتفاخات اللي بتيجي من الكرنب. أعزك الله. كده الورقة معاكي جميلة، بس انا مش هقطعها القطع، انا هسيبها زي ما انا مقطعها كده، وبعد كده اما اخزنها واجي اطلعها وافكها في مية، هبقى اقطعها المقاس اللي انا عايزاه. تمام كده. اي بقى علب عندك، علب تخزين، هترصي كده رصة على قد احتياجك وعلى قد الطبخة اللي انت هتعمليها بالنظر كده، وعلى قد احتياج بيتك، وهتعملي الاكلة باكلتها. كده هتخزني سوا في اكياس سوا في علب، وبيبقى احلى العلب علشان بتبقى الرصة مرصوصة كده وجميلة، وبتبقى بتسهل عليكي وانت بتطلعيه كده. تمام. تحاولي بقى تضغطي كده العلبة وتطلعي منها الهواء وتقفلها كويس علشان التخزين يبقى معاكي صح زي ما انت شايفة كده. هتخلصي بقى كل الكمية اللي معاكي، يبقى احنا كده خزناه بطريقتين.
الطريقة اللي احنا شلنا القلب بتاعة الكرنبة والورقة الخارجية، وشلنا الراس والقلب كويس وحطيناه في اكياس، طلعنا منها الهواء وقفلناه وتحطيه في الفريزر. بتطلعيه بيبقى اكنك سلقاه بالظبط. راعي ان درجة التبريد اكنها درجة غليان في مية سخنة. هنا كده هخلص كل الكمية اللي معايا. والمرحلة التانية ان احنا سلقنا، حطينا مية وسلقنا الكرنب في معلقة كمون ومعلقتين سكر وربع كوباية حليب. كده انا خلصت الكمية معايا تمام كده. هندخل بقى على المرحلة التانية وهي تفريز الفول. هتحاول بقى انك انت تشتري الفول اللي هو البلدي، احنا بنسميه البلدي، اللي هي بتبقى الحبات بتاعته طرية كده وخضرة. هنشيل بقى القمع بتاعته زي ما انت شايفة كده كمية، تجيب اي كمية اللي انت عايزاها ويكون الفولة طرية كده. هجيب الفول الطري واشيل القمع بتاعه، والسير اللي بيبقى في الجوانب ده تشيليه تمام كده. وانا بستسهل بقى المقص عشان يدي معايا الحجم كله زي بعضه. بشيل السير وبشيل القمع وبقوم جايبه المقص ومقطعه بيه كده. انت عايزه تقطعي براحتك انت بسكينه بايدك بكده زي ما انت عايزه، بس يستحسن انك انت تلبسي جلافز او جوانتي في ايدك علشان الفول زي ما انت عارفه ان هو بيسود الايد. شوفوا انا بوريكي ان انا ايدي سودت وانا لسه ما عملتش اي حاجه، لانه هو بيسود الايد وبيدي لون كده اسود مش حلو في الايد ومش عاطفي. فالبسي اي حاجه في ايدك. هتخلصي بقى كل الكميه اللي معاكي كده، والفوله اللي تلاقيها مش طريه قوي هتقومي مفصصاها ومطلعه الحبات بتاعتها. ففي مننا بقى هيقول ازاي انت هتعملي الفول بقشره؟ ايوه انا بحبه، وعن والدتي الله يرحمها انا عندي لما بشم ريحه الفول الاخضر بقشره كده انا بحس ان مامتي اللي عايشه ربنا يرحمها ويرحم والدينا سواء عايشين او ميتين، وربنا يدي للحيين الصحة وطولة العمر. هنا رماس بنتي قالت يا ماما انا هساعدك، فهي بتفصص معايا اهوت كده. انا خلصت الكمية اللي معايا، هغسلها كويس وهجيب بقى حلة على النار، احط فيها مية ومعلقتين سكر بيكربونات الصوديوم، والفول الاخضر هنزله كده مش هغليه، يا دوبك هديله كده بس غلوة واحدة يطلع بس اي شوائب فيه او اي حاجة فيه علقة فيه تمام كده. شوف اللون بتاعه، البيكربونات الصوديوم هنا بتحافظ لك على لون الفول. هنا شوفوا طلع منه ايه. هشيله بقى كله واتخلص منه كده، كل الريم واللون اللي فوق على الوش ده هتخلص منه. وهجيب بقى مية ساقعة وفيها مكعبات تلج، وهصفي الفول وانزل بيه في المية الساقعة اللي هي فيها تلج دي، هتنزليه فيه كده. هصفي الفول بقى واغسله كويس، وبعد ما اصفيه هجيب اكياس التخزين وهخزن الفول بتاعي بالنظر كده. شوفي انت هتحتاجي ايه للطبخة بتاعتك، وهتحاولي بقى توزعي الطبخات بتاعتك في الكياس اللي انت عايزاها. هتوزعي بقى كل الطبخات، هتطلعي الهواء من الكيس. وطبعا لو عندك مكنة لحام يبقى كويس قوي، هتقومي لحمة الاكياس بتاعتك. لو ما عندكيش زي ما انا بعمل هتولعي شمعة وهتطلعي الهواء من الكيس وتمرري بقى الكيس كده على الشمعة، هيقوم مخزن، هيقوم لحم معاكي. هنا كده التخزين بتاعي الكرنب باول مسلوق والكرنب اللي انا مخزناه في كيس والفول بتاعي. وكل سنة وانتوا طيبين. اتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.